يعني ايه عجوز؟ اقول لك. النهارده الحد 1 مارس الصبح في امريكا. ده تاني يوم للحرب بتاعت ايران. ايران ضربت تقريبا الدول الخليجية كلها. اكشولي مش تقريبا، ضربتهم كلهم. واحد يقول لي، الشباب يقول لك ايه، اكيد مش هتضرب ابار البترول. ليه؟ لانها لو ضربت ابار البترول هيبقى خلاص الدول الخليجية بقى عليا وعلى اعداد، انتهى الموضوع. الدول الخليجية كلها تملك طيارات الاف الامريكية، اللي اف 35 واللي اف 16 والاف مش عارف ايه، وكلهم عندهم سلاح جو حلو، يعني مش وحش. السعودية سلاح جو حلو، الامارات، كلهم عندهم سلاح جو حلو. وبالتالي لو ضربت ابار البترول عندهم، هم هيضربوا ابار البترول اللي في ايران كلها، وايران هتولع برضه. ده فكر الشبابي. فكر العجوز بقى يقول لك ايه، هتضرب ابار البترول. ليه؟ لان ده فكر ديني، والفكر الديني قائم على مظلومية، وعلى استشهاد، وعلى يغور الشعب. المهم انا اعيش. وجهة النظر الدينية في ايران هتكون ان اخنق العالم كله، ما يبقاش عنده بترول، البترول يضيع، يغلى قوي، والدنيا كلها تلوم امريكا في الموضوع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين والاهم، المستورد الرئيسي للبترول الايراني بالمخالفة لكل قرارات او اجراءات او طلبات امريكا هي الصين. والصين بلد احنا عارفين مستورد كبير قوي للبترول، معتمدة على ايران. ولو البترول في ايران انضرب، الصين هتغني ظلموه. يبقى ايران عايزة الصين تدخل في الموضوع، والدنيا تشعلل، والصين تخش تساعدها، وحرب عالمية، والكلام ده الفكر الديني، وده اللي هيحصل. ده من وجهة نظر العجوز.